هل المصري القديم آمن بالعودة بعد الموت أو البعث لأنه بس سمع عنه؟ المصري القديم ما آمنش بالموت لأنه سمع عنه، لكن آمن بيه لأنه شافه قدامه كل يوم. لو رجعنا آلاف السنين ووقفنا جنب المصري القديم هنفهم إن البعث بالنسبة له ما كانش فكرة دينية مجردة، كان نظام حياة. المصري القديم كان بيبص حواليه ويشوف الكون كله بيقول له نفس الرسالة، مفيش نهاية لكن في استمرار. علشان كده ربط حياته بثلاث قوى كونية ما بتكدبش. كان أولها الشمس. الشمس بالنسبة له ما كانتش بس نور، كانت رحلة كاملة، تطلع الصبح هادية ودافية وجميلة كأنها لسه مولودة جديد، بعدين تكبر وتشتد في الظهر قوية حارقة مسيطرة، وتيجي في المغرب بتتعب وتضعف وتغيب، أما في الليل كانت بتختفي تماما. بس المصري القديم ما كانش بيقول الشمس ماتت أو انتهت، لكن كان بيقول الشمس دخلت رحلتها في العالم الآخر وعارف إنها ترجع. وفعلا تاني يوم كانت بترجع، كأنها بتقول له الغياب مش موت. تاني حاجة كان القمر كان درس أوضح، بيظهر ضعيف، هلال صغير بيكبر شوية شوية لحد ما بيبقى قمر كامل مضيء، وبعدين يبدأ يختفي لحد ما يغيب تماما، ويمر وقت وترجع نفس الدورة من غير ما حد يجبره. فالمصري القديم فهم إن الكمال مش نهاية والاختفاء مش فناء. وثالث حاجة كان نهر النيل، وده كان أعظم درس للمصري القديم. النيل كان بيفيض يغرق الأرض، يقلب كل حاجة، وبعدين بينسحب بهدوء. الأرض بتبقى سودة ميتة ما فيهاش زرع وما فيهاش حياة، لكن بعد شهور بتطلع خضرة أقوى من الأول، أغنى من الأول. فإزاي يشوف كل ده ويصدق إن الإنسان هو الوحيد اللي بيموت وما بيرجعش؟ علشان كده لما جاي يتكلم عن الإنسان قال الإنسان زي الشمس وزي القمر وزي النيل، بيمر بمراحل، بيقوى بيضعف بيموت، لكن لازم يرجع تاني. ومن هنا جاء الدرس الأخير اللي كمل الصورة. المصري القديم شاف الإنسان نفسه، شافه يتولد صغير وضعيف، وبعدين يبقى شاب قوي، وبعدين يكبر ويضعف، وفي الآخر يموت. فلما بص في كل الدورات اللي حواليه قال الحياة دي ناقصة مرحلة ما شافهاش بعينيه لكن فهمها بعقله، مرحلة العودة، مرحلة البعث. ومن هنا المصري القديم ما بناش مقابر لكن بنى بيوت أبدية، وما نقش عليها رسومات لكن نقش رسائل للمستقبل، وما حضرش للموت لكن حضر للعودة. البعث عند المصري القديم ما كانش حلم لكن كان منطق. وده ليه الحضارة المصرية ما اختفتش؟ لأنها ما آمنتش بالنهاية، آمنت بالخلود.